ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أن أبا سفيان بلغه خبر مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، يعني قصده لهذا العير القادم بهذه التجارة من جهة الشام، فما كان منه إلا أن بعث ضمضم استأجره، ضمضم بن عمرو الغفاري استأجره أن يذهب إلى مكة مستصرخا قريش، أي مستفزعا إياهم وطالبا منهم أن يقدموا لنصرة هذا العير الذي يحمل تجارتهم. فانطلق ضمضم إلى قريش مستصرخا بالنفير إلى عيرهم للنصرة ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبلغهم الصريخ فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، أي جمعوا العتاد وأيضا الخيل والركاب، وخرجوا بأشرافهم وخيلهم ورجلهم، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبو لهب، يعني جميع الأشراف والأعيان وكبراء القوم خرجوا سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد. هؤلاء امتنعوا جميعهم من الخروج. قال وخرجوا من ديارهم كما قال الله سبحانه وتعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تجمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريدون من أخذ عيرهم. وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعيرة التي كانت معه، وهذا مر معنا قريبا في بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لما أصابوا عير هؤلاء التي كانت قادمة بالزبيب والأدم من جهة اليمن، وكان ذلك في آخر يوم من رجب كما سبق أن مر معنا قريبا. ففي ذلك في ذلك البعث قتل عمرو بن الحضرمي، فهم أيضا من مقاصدهم الانتصار لعمرو والأخذ بالثأر منه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الانتصار لعيرهم التجارية القادمة من الشام. قال فجمعهم الله على غير ميعاد، فجمعهم الله على غير ميعاد، جمعهم الله أي في المنطقة المعروفة منطقة بدر على غير ميعاد، لأنهم لم يتواعدوا لا هم ولا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خرج لملاقاة هذه العير، ولم يحتفل أيضا، ولم يتجهز، ولم يأخذ جميع ما كان متمكنا من أخذه من العتاد والخيل وغير ذلك. وأيضا كفار قريش لم يكونوا مرتبين ترتيبا مسبقا لهذا الأمر، وإنما جاءهم الصريخ فخرجوا أيضا مسرعين، واجتمعوا في المنطقة المعروفة بمنطقة بدر على غير ميعاد، لما أراد الله سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة، كما قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم.